شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان في آخر حياته يقول: لو استقبلت من أمري ما استدبرت أفنيت عمري في كتاب الله، مع أنه كان يقرأ في الآية 100 تفسير. فمن أعظم التوفيق أن الإنسان يوفق للحياة مع القرآن. والإمام القرطبي رحمه الله في بداية كتاب الجامع لأحكام القرآن قال مقولة بديعة، قال: ولما كان هذا الكتاب بهذه المنزلة حيث نزل به أمين السماء على أمين الأرض عزمت أن أفني فيه عمري. فكون الإنسان يوفق للحياة مع القرآن هذا من أعظم التوفيق ومن أعظم التسديد، أن يوفقك الله للحياة مع القرآن. ولما كان هذا الكتاب بهذه المنزلة حيث نزل به أمين السماء على أمين الأرض عزمت أن أفني فيه عمري. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. خير الناس. إن لله أهلين من الناس. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته.